السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وان شاء الله تستفادوا منه كتير قوي، لكن حرفيا كده قبل ما ندخل على الطلب بيضغط لايكات كتير وشجعونا ننزل لكم كل جديد. في ارتفاع النهارده في جميع اسعار الطيور. طيب ايه السبب؟ هقول لكم. اول حاجه كده، الناس اللي بتقول ما بلاش تربوا كتكوت ابيض، بلاش تربوا كتكوت ابيض ودخلوا او سمنوا الفراخ الفيومي، سمنوا الفراخ الهجين عالي، الفراخ الساسو سمنوها، مشروعها حلو جدا ومجزي جدا جدا وبتجيب ارباح حلوه جدا. طيب على اساس ان الكتكوت الرزي نازل، يعني مثلا النهارده في شركات عالنه عن سعر الكتكوت الرزي فرز الديوك النهارده 20 جنيه، والهجين العالي 18 ونص. في شركات كتير جدا بتعلن بنفس السعر ده، لكن احنا هنقول اسعارنا النهارده بما يرضي الله. طيب في نزول في اسعار العلف، في نزول قوي جدا في الفتره اللي جايه، في نزول في اسعار العلف، نزول اكتر من كده. هو طبعا العلف نزل نزول كويس وهينزل اكتر من كده الفتره اللي جايه. تاني حاجه بقى وبسمعها كتير قوي، ناس كتير جدا جدا فتحت باب شغل الايام دي في الكتاكيت. ناس كتير جدا طالبه مزارع للايجار. انا شخصيا كل شويه حد يدخل يقول لي محتاج مزرعه للايجار، محتاج مزرعه للايجار، محتاج مزرعه للايجار. يعني ده معناه ان الناس بتسحب اكتر، والناس كلها بدات تربي وتعمل، واللي كان موقف مشروع بدا يشتغل وسعر الكتكوت غالي كده. تاني حاجه بقى، عايزه اقول لكم ان اللي بيشتغل دلوقتي ربنا هيرضيه، مش هنقول هيخسر، مش هنقول هيخسر. ليه؟ سعر اللحمه هيرفع، ويعني في امل ان هو هيرفع اكتر من كده كمان شويه. فنبدا كده بالراحه ونسمي الله ونقول سعر الكتكوت الابيض الاهلي النهارده اللي عامل 20 حرفيا. كتكوت الشركات النهارده بدا من 21 لحد 25 جنيه سعر الكتكوت الابيض الشركات. اما سعر الكتكوت البلدي المشعر النهارده 9 جنيه، والبلد الحر النهارده 11 جنيه وربع. كمان سعر الكتكوت البلدي الهجين العالي النهارده، او الهجين العالي النهارده عامل 15 جنيه. ساسو شفر النهارده عامل 16 ونص، وساسو جيل تاني النهارده عامل 14 ونص. فيومي بلدي النهارده عامل 11 جنيه، ورز فرز ديوك النهارده عامل 17 ونص، وجميزه النهارده عامل 18 ونص، ورز على وشه النهارده عامل 15، وفرز ديوك النهارده اقصد فرز برابر النهارده عامل 15 ونص. اما عن اسعار الرومي النهارده، فالرومي تماما مختفي، يعني مختفي تماما. حتى عمر شهر كان بينزل، دلوقتي اختفى بقاله يومين كده ولا حاجه. اما اسعار البط النهارده، اما بالنسبه لاسعار البط المسكوفي النهارده، فسعر البط المسكوفي ار 41 النهارده 41 جنيه، والناس كتير عرضاه ب 46 و45 جنيه على فكره، المسكوفي الار 41. اما المسكوفي المخلط النهارده 38 جنيه، والمولر المحل النهارده 36 جنيه، فرنساوي بيور النهارده 30 جنيه، وشرفان النهارده 25، وبكيني عاده النهارده 22 ونص. اسعار البط يعني اسعار رهيبه تسد النفس بصراحه. اما بالنسبه لاسعار التنفيذ، فسعر تنفيذ الابيض النهارده كيلو الفراخ البيضاء النهارده من ارض المزرعه 64 جنيه تنفيذ، وبتتباع في المحلات النهارده ب 70 و72 جنيه في بعض المحلات. فراخ الساسو النهارده 95 جنيه تنفيذ، وبتتباع في المحلات ب 100 جنيه الكيلو. اما الرزي والفيوم النهارده واللي رفع 10 جنيه وبقى 110 تنفيذ، وبيتباع في المحلات النهارده من 115 ل 120 جنيه. الفراخ البلد الحر والبلد المشعر النهارده واللي نزل سعرها ل 115 جنيه تنفيذ، وبتتباع في المحلات النهارده من 120 ل 125 جنيه. اما اسعار البط، فالبط البلدي النهارده واللي رفع سعره ل 15 جنيه وبقى تنفيذ من ارض المزرعه 115، وبتباع في المحلات النهارده 120 ل 125 جنيه، بيختلف طبعا من مكان للتاني. اما بالنسبه لاسعار البط المولر النهارده وثابت على 85 جنيه تنفيذ، وبتباع في المحلات ب 90 جنيه، وبرده في بعض الاماكن 95. البط المسكوفي النهارده 95 جنيه من ارض المزرعه، وبيتباع في المحلات من 100 ل 105 جنيه. اما البط البكيني العاده النهارده 65 جنيه تنفيذ، برضو بقاله فتره طويله جدا ثابت على السعر ده، وبيتباع في المحلات من 70 ل 75 جنيه، برضو بيختلف سعره من مكان للتاني. اما بالنسبه بقى لاسعار الرومي، فالرومي الاسود النهارده 120 جنيه من التنفيذ من ارض المزرعه، وبيتباع للمستهلك النهارده ب 130 جنيه. الروم الابيض النهارده 105 جنيه ورفع 10 جنيه مره واحده، وبيتباع في المحلات النهارده ب 110 و115. اما بقى الارنب النهارده واللي ارتفع سعره ل 90 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات ب 95 جنيه الكيلو،
وجوز الحمام البلدي النهارده بادئ من 100 جنيه لحد 140 جنيه في بعض الاماكن، بيختلف برضو حجمه من مكان للتاني. وكمان النهارده اسعار البيض اللي عدت الحدود. سعر طبق البيض البلدي النهارده 137 جنيه من ارض المزرعه، بتباع للمستهلك النهارده ب 150 جنيه. سعر طبق البيض الاحمر النهارده 127 جنيه من ارض المزرعه، بتباع للمستهلك النهارده ب 150 جنيه برضو. البيضه بتتباع موحده ب5 جنيه. اما سعر طبق البيض الابيض النهارده 126 جنيه من ارض المزرعه، وبيتباع برضو للمستهلك ب 135 جنيه. لكن لو قطاعي كله البيضه كلها مساوات بعضها كلها بتتباع ب5 جنيه. اكتبوا لي كده في الكومنتات تحت البيضه عندكم بكام ومن اي محافظه. نشوف بقى الناس بتبيع كلها بذمه واحده ولا كل واحد بيبيع على مزاجه. اما بالنسبه لخامات العلف نزول في خامات العلف، او امبارح تم نزول في خامات العلف وتم نزول 400 جنيه في سعر الذره. الذره النهارده يا جماعه الخير الكيلو قطاعي وصل 11 جنيه و60 قرش. ده الذره البرازيلي والارجنتيني اللي هم انضف انواع الذره. اما الاوكراني النهارده الكيلو فيها عامل 10 جنيه. 10 جنيه. كمان الرده نزلت نزول قوي جدا جدا، وفي نزول بكره وبعد